السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا دلوقتي هعمل لكم مكرونة بالوايت صوص. هي المفروض ان هي بتتعمل مكرونة قلم، بس انا شايفة كل واحد يعمل اللي هو عايزه. يعني في اللي بيحب الاسباجيتي يعني، وفي اللي يحب القلم. يعني انا سلقة اسباجيتي اهو، بس انا هعملها بالصوص الاحمر. انما انا عايزه اكل مكرونة بالوايت صوص. هي المكرونة بسلقها، اللي لقيتها عندي مكرونة صغيرة ومكرونه سباكيتي، دول اللي لقيتهم موجودين دلوقتي. فزي ما انتوا شايفين، انتوا عادي طريقه سلق المكرونه سهله قوي. يعني ميه وشويه ملح، وما بتغلي بنحط المكرونه. ماشي، انا همشي معاكم خطوه بخطوه. بصوا كده بقى، احنا طبعا سلقنا المكرونه دي، اسرع مكرونه بنعملها. ماشي، بنيجي كده ان شاء الله بمعلقه تومه، احنا مقطعينها كده، مش فرمينها. يعني انا بحبها متقطعه الصراحه، كل واحد زي ما هو عايز. تمام، اهي التومه اهي بنديها تشويحه بسيطه، مش بنحمرها. تمام. آه اي حاجه انا بعملها صدر جاري على روح امي وابويا الله يرحمه، وروح امواتنا واموات المسلمين جميعا. بصوا كده، اول ما التومه يعني هي لسه يعني ايه دخلت في الصفار بسيط قوي، بحط معاها فلفل حراق. بصوا انا لما باكلها بره بلاقيهم حاطين فيها اللهم صل على النبي جزر. انا ما بحبش طعم الجزر. تمام، انا بس بديله تشويحه كده بسيطه. بدي تشويحه بسيطه اهو، بس اهو بحيث الفلفل يبقى فيه القرمشه. تمام، وهبتدي ان انا اوطي النار، وهبتدي ان انا اطلع المكونات دي كلها اهي، اطلعها في طبق، لان انا مش عايزه الحاجه، مش عايزه الفلفل يتحمر معايا ولا التومه. دي اسرع طريقه الوايت صوص. تمام، خليكم معايا ثواني وبرجع تاني. بجيب قطعه زبده من اللي احنا سيحناها برضو من كام يوم. تمام اهي. تمام، وانا بقى شغاله من غير جوانش ولا حاجه، من الموضوع مش مستدعي يعني. تمام، هما شويه المكرونه مش كتير اللي انا عاملاهم، بس صدقوني والله هتعجبكم قوي. واسرع طريقه مكرونه اهي، معلقه دي اللي بنحطها بس. خلاص، نبتدي ان احنا نحمرها اهو. ودي طريقه، على فكره دي طريقه البشاميل اللي طلبت مني وقالوا ان هي بتكلكع معاهم. مفيش الكلام ده، اهم حاجه ان انتوا تسووها كويس. وبرده مش بكتر السمنه او بكتر الزيت، لا خالص. بس هي التسويه بتاعه الدقيق في السمنه هي اللي بتديك ان البشاميل ما يكلكعش معاكي. وبرده انا هعمل لكم البشاميل مره لوحده كده، لاني انا مستعجله. فانا ببتدي ان انا احط فلفل اسود بس مش كتير، علشان خاطر برضه ايه، احنا كده حضرنا كوبايه اللبن. تمام، اهو معانا وما كلكعش ولا اي حاجه. تمام، معايا كده اهو زي ما انتوا شايفين. البقايا دي بتبقى بقايا الثوم اللي انا كنت عاملاه، وبنزل اهو بالفلفل. تمام، وطي البوتاجاز. ممكن احط شويه ميه صغيرين قوي مع كوبايه اللبن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الاخر حاجه الملح. يبقى انا كده اسرع طريقه مكرونه اتعملت، وهتاكلوا احلى مكرونه.